صباح الفل يا شباب، صحابي وصحباتي، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا النهارده موجود في واحده من اجمل وانظف البحيرات في العالم، ويعتبر من اجمل الاماكن في المانيا كلها، والمكان اسمه كونيكسي، وترجمه الكلمه دي بالعربي يعني بحيره الملك. مكانها موجود بالظبط في بافاريا قريب من حدود النمسا، وكمان الميه بتاعت البحيره دي تعتبر من اجمل واصفى الوان الميه اللي انت ممكن تشوفها. الطبيعه واخده حجم وشكل تاني خالص هنا في المكان ده، والمميز في المكان بقى ان البحيره دي موجوده وسط جبال الألب. اللي ورايا دي جبال الألب، البحيره بقى متحوطه بجبال الألب من كل حته وهي موجوده في النص. فلما تطلع جبل من الجبال دي وتتفرج على البحيره من بعيد بيبقى شكلها خرافي. مش هطول عليكم اكتر من كده في التفاصيل، حبيت اعرفكم المكان سريعا اللي احنا هنعمل فيه الفيديو بتاع النهارده، ويلا بينا اخدكم ونتفرج على جمال الطبيعه، لان الطبيعه هنا حرفيا ساحره. هاخدكم دلوقتي وهنتعرف على المكان بكل تفاصيله ان شاء الله، واي حاجه هتقابلني هصورها لكم وهنشارك كل التفاصيل اللي انا هشوفها النهارده سوا ان شاء الله. المكان اللي انا فيه ده حاليا الباركينج، اي حد بيجي معاه عربيه فمتوفر مكان انك تقدر تركن فيه، ومساحته كبيره جدا بتستوعب عدد مهول من العربيات، يعني مش هتبقى ناعي هم الركنه لو حبيت تيجي. اول لما بتوصل المكان بقى بتلاقي الكوخ او البيت الكبير اللي ورايا ده، وده يعتبر زي مكان المعلومات كده. لو ليك اي سؤال او اي استفسار تقدر تيجي هنا تسال عن اي حاجه انت عايزها، وكمان تقدر تيجي تاخد خريطه المكان من هنا علشان لما تطلع الجبل فوق يبقى معاك دليل. ولو ما معكش عربيه كمان مفيش اي مشكله، ما تنعاش هم، لان زي ما انتم ما شايفين ورايا في باص بيجي لحد المكان هنا، تقدر تاخده من اي مدينه بيدخلك لحد المكان اللي احنا فيه ده. وكده كده محدش بيكمل بالعربيه لما بيوصل لحد هنا. في كمان المحلات دي بتبيع بقى اللعب والهدايا دي، بحيث لو انت مثلا عايز تجيب لاي حد لعبه او هديه تذكاريه، فموجود هنا اشكال والوان من الهدايا التذكاريه. وهنا كمان عندهم العلب الصغيره دي موجود فيها اكل للكائن ده، علشان لو قابلك وانت في الجبل فوق تقدر تديله اكل من العلبه دي. فوانت موجود هنا لو حبيت تشتري اي هديه لاي حد هتلاقي. وجنبيه هنا في المطعم ده بيعمل بريسلت ومخبوزات المانيه وشويه حاجات تانية، يعني لو حبيت تاكل حاجه خفيفه هتلاقي برضو مكان بيقدم لك الحاجات دي. ونصيحه مني قبل ما تطلع الجبل خد لك حاجه تشربها، مثلا لو عايز تاكل حاجه هات اي حاجه صغيره تاكلها فوق، علشان ما تطلعش الجبل وتقطع مسافه طويله وتلاقي نفسك عطشت او جعت، ومش هتلاقي اماكن كمان مفتوحه فوق تبيع لك حاجه. فدايما امن نفسك قبل ما تطلع على الجبل، خش حمامك، اشتري ميتك، اشتري اكلك واتكل على الله. كل ما تمشي شويه هتلاقي منظار زي اللي موجود ده. لو معاك اي كوين او اي يورو تقدر تحطه هنا وتستخدم المنظار ده. بيبقى قدامك الجبل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، تمسك المنظار تشوف لو انت في مثلا منظر انت شايفه وعايز تشوفه من قريب، تقف هنا تستخدم المنظار ده تقشر عليه وتشوف المنظر زي ما انت معاك، لحد ما بتوصل على بدايه الجبل. طول ما انت ماشي هتلاقي محلات زي اللي على يميني دي كده، في منها اللي بيبيع زي التقليدي البافاري، وفي منها بيبيع مأكولات ومشروبات، وفي منها كمان بيبيع اكسسوارات للهايكنج. وحاجه جميله جدا بقى في المكان وهو ان موجود محلات بتبيع لبس في المكان هنا. ان لا قدر الله حاجه من هدومك اتقطعت، او لا قدر الله وقعت على حاجه والبنطلون مثلا اتقطع، يبقى اليوم بتاعك ما بص، تقدر تيجي تشتري اي حاجه تلبسها لحد ما تروح وتقضي يومك. انا شايف الاوبشن ده خرافي. شايفين المكنه اللي هناك دي؟ تعالوا دلوقتي افرجكم عليها واوريكم فكرتها ايه وبتشتغل ازاي. اول حاجه هتحتاجها وهو 5 سنت، العمله الصغيره دي. وتاني حاجه هتحتاجها 2 يورو، هنا هو كاتب لك 2 يورو علشان تستخدم المكنه. وال5 سنت دول اللي احنا دلوقتي هنعمل عليهم فكره جميله جدا. اول حاجه هنعملها خالص اللي احنا هنيجي هنا عند الدراع ده وهنختار في الترس ده الشكل اللي احنا عايزينه. انا وقفت عند الشكل ده خلاص، عند السهم الاحمر ده مكان ما هو مشاور، هقف انا هنا عند الشكل ده، وبعدين هاجي في الجزء ده احط هنا ال2 يورو مكان ما هو معلم لك بالظبط، وهنحط هنا ال5 سنت، وبعد كده هنقوم مدخلين الجزء ده كده. كده العمله نزلت. بعد كده يا شباب هنبدا نلف الدراع ده، وتفضل تلف في الدراع ده بس تنشف كده علشان العمله جوه، وهو دلوقتي بيمشي التروس عليها، بينقش لك الرسم عليها لحد ما تلاقي الدراع بقى خفيف، تلاقي العمله نزلت لك من هنا، وهو ده يكون شكلها. في الاخر طلع معانا العمله اللي احنا لسه حاطينها، تبقى حاجه جميله للذكرى كده، بخليها في البيت عندي. طيب يا شباب، البحيره هي اللي ورايا دلوقتي دي، في بقى قارب بيجي بيقف هنا بيحمل الناس. الناس بتيجي بتشتري تيكت من هنا وبتقف هنا في الطابور، وبتخش تاخد القارب اللي بيجي يقف هنا. القارب بقى بيجي هنا بياخد الناس وبياخدهم لفه جوه في البحيره حوالين الجبال، بتبقى جوله في غايه الجمال. ده غير ان في حاجه جميله جدا بتحصل لما الناس بتطلع في رحله القارب. في واحد من الكباتن اللي بيبقوا موجودين في المركب بيقوم طالع بمزمار، بيقوم لاعب مزيكا في قلب البحيره في نص البحيره بالظبط، وبيبقى قدامه الجبال. فلما بيلعب مزيكا في المساحه الفاضيه دي كلها والجبال قدامه فبيحصل صدى صوت، فمجرد
مجرد ما يلعب مزيكا بعديها بكام ثانية تلاقي نفس صوت المزيكا اللي الشخص لعبه خارج من الجبل، وكأن الجبل بيرد عليك وبيلعب لك موسيقى أو مزيكا، حاجة كده فوق الخيال. في بقى القعدات اللي حوالين البحيرة دي، زي المكان ده كده مثلا، موجود بقى البط ده عمال يطير ويجي، وقدامك هنا منظر الجبل الجميل، وكل شوية المراكب تيجي هنا تاخد ناس وتخش تاخد بيهم جولة في المية. شايفين التلج اللي على الجبل من فوق؟ طبعا باين قدامكم لون وجمال المية، أشعة الشمس ضاربة ازاي في الجبل اللي ورايا ده. شايفين يا شباب نقاء المية عامل ازاي؟ المية تعتبر شفافة، تبقى شايف كل حاجة موجودة تحت بالتفاصيل، يعني ورقة شجر موجودة تحت اهي انت شايفها بكل تفاصيلها. ودلوقتي جه اللحظة اللي طال انتظارها، وهو إني أركب التلفريك ونطلع على قمة جبل من الجبال اللي موجودة، واللي تعتبر من أعلى القمم اللي موجودة هنا في المكان، علشان نشوف أحلى منظر ممكن عينينا تشوفه من فوق. يلا بينا. أول حاجة هتيجي هنا عند الجهاز ده، هتسكان كده، هتلاقي هنا بيفتح لك البوابة على طول، بتخش وبتلاقي التلفريك واقف زي ما انت ما شفت بالمنظر ده، بتقوم انت داخل جواه على طول كده، هو ما بيقفش وهو ماشي تقوم انت ناطط جواه على طول. دلوقتي احنا طالعين حاليا في الطريق، باين ورايا الفيو ما شاء الله جميل جدا. هصور لكم بقى دلوقتي المنظر واحنا طالعين بيكون شكله عامل ازاي. عايز اقول لكم ان المساحه الخضراء اللي موجوده تحتيه دي، وانت في التلفريك بتبص كده تحتيك تلاقي الابقار ماشيه، كل بقره متعلق على صدرها الجرس وعاملين صوت اجراس كده وهم بيتمشوا، ووراك جبال القلب، وعلى يمينك بحيره الكونيكسي اللي هي بحيره الملك. دلوقتي عمالين نطلع يا شباب، قربنا من قمة الجبل، فاضل حوالي 5 دقايق ونكون وصلنا لفوق. هاخد لكم شوية لقطات واعرضها معاكم نستمتع بالمناظر دي. بصوا يا شباب، احنا طلعنا من تحت هنا خالص، طلعنا أول محطة في محطتين كده، احنا وصلنا أول محطة هنا، طلعنا من تحت ودي أول محطة. ممكن تخرج من هنا عادي لو أنت حابب تطلع تتمشى في الجبل ده، وممكن تفضل قاعد هياخدك ويطلع بيك على جبل أعلى من ده اللي هي المحطة التانية، بيفضل طالع 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 بيك، بيكون جبل أعلى من اللي احنا فيه. أنت عايز تنزل هنا بتنزل، عايز تطلع جبل اعلى من ده بتقدر تطلع وتفضل موجود في التلفريك، هو بيطلع بيك. هتلاقوا الباب اللي ورايا ده اتقفل دلوقتي، يبقى احنا كده خلاص خارجين وسايبين المحطه، ده بيتفتح وبيتقفل بشكل اوتوماتيك اهو كده. الباب اتقفل ورايا وكده. دلوقتي احنا طالعين على المحطه الثانيه. حاول دايما وانت في التلفريك ما تحاولش تقوم تقف، لان بتهز هزات عشوائيه بشكل مفاجئ ممكن تخليك تقع ولا حاجه. ولو ماسك معاك كام او اي حاجه حساسه حاول تمسكها كويس في ايدك، علشان مره واحده بتلاقيه اما هزوز كده، لو معاك حاجه في ايدك ممكن فعلا تقع منك كده. يا شباب احنا طالعين على المحطه الثانيه، واللي هناك دي المحطه الاولانيه اللي احنا سيبناها من شويه وكملنا على المحطه الثانيه. احنا بقى يا شباب عايزين نطلع فوق القمة اللي فوق خالص دي، اعلى قمة واعلى جبل موجود في المكان يعتبر. من شوية كان في شمس طالعة من اول المكان اللي انا وصلت فيه ده كده، نبدأ نشوف الجليد بقى متكون على قمم الجبال، وده بيحصل بسبب ان كل ما ارتفعنا عن سطح الارض اكتر درجة الحرارة قلت اكتر، واحنا دلوقتي عمالين نبعد عن سطح الارض بمسافة كبيرة جدا. فاولا درجة الحرارة اتغيرت، يعني الجو بقى دلوقتي ابرد بكتير مكان من 5 دقايق. هتبدأ تشوف ورايا كل الحاجات البيضة اللي ورا دي، ده عبارة عن جليد متكون على الجبال. ان شاء الله هحاول لما اطلع فوق اصور لكم الحاجات دي من قريب بالتفصيل. طيب يا شباب انا دلوقتي وصلت، هخرج من المحطة اللي انا فيها واوريكم دلوقتي المنظر قدامي عامل ازاي، حاجة في قمة الروعة ما شاء الله سبحان الله. ايه رأيكم يا شباب في الجمال ده؟ سبحان الله. شايفين بقى كل الحاجات البيضاء اللي على الجبل من فوق دي، ده عبارة عن تلج. عايز اقول لكم ان درجة الحرارة هنا دلوقتي تلج. تعالوا اوريكم الناحية التانية برضه. المكان اللي انا فيه ده بقى زي بانوراما كده، تقدر تشوف الجبال من جميع الاتجاهات. احنا كنا هناك، تعالوا دلوقتي اوريكم ورايا هنا في برضه فيو تاني زي ما انتم ما شايفين، تعالوا نتفرج عليه سوا. مش عارف الطريق اللي هناك ده باين قدامكم ولا لا، بس في طريق هناك كده ده للناس محبين الهايكنج والتمشية والتسلق والطلوع على الجبال، مغامرة تانية وعالم تاني. ده غير المكان اللي ورا ده موجود للأطفال، لو انت جاي معاك أطفال ولا حاجة ففي نشاطات كتيرة موجودة ليهم. بصوا يا شباب،
التلج اللي تحتيه ده، كل ده بقى تلج بسبب درجه الحراره. بعد ما شفنا المنظر الجميل ده هاخدكم هننزل المحطه الثانيه نشوف يا ترى هنشوف ايه هناك. هنا يا شباب المحطه اهي. دلوقتي يا شباب خلاص الحمد لله وصلنا. في كم يابانيين في المكان مش طبيعي. انا عايز اقول لكم يا شباب ان انا اخر واحد نازل من على الجبل. نزلت خلاص والراجل قفل التلفريك اهو، مش هتلاقوه بيلف تاني ولا بيمشي تاني، خلاص وقف خلص النهارده كده. وبيقفلوا البوابات دلوقتي خلاص كده، مفيش حد هينفع يطلع الجبل تاني. اللي عايز يطلع الجبل في الوقت ده بيطلع مشي وبينزل برضه مشي. شايفين يا شباب العربيه الغريبه، الشكل الغريب اللي انتوا شايفينه ده؟ دي عربيه سباق بس للجليد، مخصصه للجليد بس. تعالوا افرجكم عليه. مكتوب هنا هو ممنوع اللمس. تحسها كده شبه البلغه او الصندل بتاع زمان ده. دي عربه سباق مخصصه لحلبات ثلجيه، طرق ثلجيه العربيه دي بتجري فيها بطريقه مجنونه. هي مش عربيه، هو بيتقال على البتاعه دي هنا بوت. دلوقتي انا خرجت خلاص من محطه التلفريك اللي احنا كنا دخلناها من شويه. طلعنا اتفرجنا على جبال الألب من فوق، وطلعنا قمه من اعلى القمم اللي موجوده هنا في المنطقه. قولوا لي ايه رايكم في التجربه دي وفي المناظر اللي احنا شفناها سوا. هي دي المحطه بتاعه التلفريك. هنا بيوروك فرق الشكل ما بين الصورتين في الشتاء وفي الصيف. يعني هنا المنظر للجبال من فوق في الصيف بيكون ده شكل، بيبقى شكله مدي على خضار شويه بسبب الزرع اللي بيبقى طالع. انما بقى في الشتاء زي ما انتم شايفين ابيض، الخريطه كلها بيضه، كل المنطقه بتبقى تلج. ولما الشتاء بيخش قوي بقى يا شباب والمنطقه دي بتبقى كلها تلج، بيحصل هنا نشاطات الجليد بشكل ما يتوصفش. بتلاقي بقى كل الجبال دي بتتحول لساحات تزلج. الناس بقى اللي بتحب السكينج بتيجي هنا بتستمتع احلى استمتاع. وفي ناس كمان بتيجي وبتبات هنا في المكان ده. في فنادق حوالين المكان وفي المكان نفسه. في ناس بقى بتيجي المكان ده تقعد لها يومين ثلاثه مثلا، يعمل كل يوم نشاط مختلف عن التاني. يوم يتسلق، يوم يعمل سكينج، يوم يتمشى في الطبيعه. والمكان ده ناس بتجي من جميع انحاء العالم ومن جميع انحاء المانيا، لان بافاريا معروفه يا شباب بطبيعتها الخلابه. اجمل وانظف الولايات الالمانيه هي بافاريا. في ولايات تانية طبعا ليها وضعها، في ولايات معروفه ان فيها فلوس كتير، وبافاريا معروفه بطبيعتها الساحره. ومدينه ميونخ هي عاصمه بافاريا. وانت ماشي بقى في المكان بتلاقي طابع ريفي كده جميل، وانت ماشي عادي خالص تلاقي معزه معمول لها بيت هنا وعايشه حياتها بشكل جميل جدا. والمعزه دي من النوع اللي هو بيطلع على الصخور دي وبيتسلق الصخور دي. يا رب تطلع دلوقتي على الصخره اوريكم بتعملها ازاي. سبحان الله ربنا استجاب للدعوه، نطت على الصخره اهي. المعزه ما شاء الله عليها شافت الناس جايه قامت طالعه لهم واقفه على الصخره علشان ياكلوها. بص كمان العربيه دي عربيه من العربيات الريفيه القديمه جدا اللي كانوا بيستخدموها زمان، حاطينها كده كتراث يعني. وفي الكوخ الصغير اللي ورايا ده يا شباب الناس بتقدر تيجي تدفع هنا حق التيكت بتاع الباركينج بتاعها. هو ده بيكون شكله كوخ خشبي كده، تخش جوه تلاقي المكنه جوه، تختار اللغه اللي انت عايزها وبتدفع من هنا وبيطلع لك التيكت من هنا. وهنا مكتوب انك لما تخش وتلاقي حد بيدفع على المكنه لازم تعمل مسافه امان ما بينك وما بينه 1.5 متر على الاقل. يبقى خدوا بالكم من المعلومه دي يا شباب، علشان المعلومه دي حساسه شويه، لان في ناس حرفيا ما عندهاش ذوق ب1 يورو. يكون مثلا واحد واقف هنا بيدفع التيكت بتاعه، وهنا علشان تدفع بتدفع بالكارت بالفيزا، مفيش هنا كاش. فيكون واحد هنا واقف بيشتري التيكت وبيدخل بياناته وبيدخل رقم الفيزا بتاعه، وتلاقي مثلا واحد واقف جنبيه لازق فيه بالظبط وشايف كل حاجه وهو بيعملها على المكنه. علشان كده هم حاطين اليافطه اللي جوه دي، قال لك سيب مسافه امان 1.5 متر ما بينك وما بين اللي قدامك. ولو انت في اي مكان ايا كان وفي حاله دفع ولقيت واحد واقف لازق فيك زي ما بيحصل اوقات كتير في الكاشير في الماركت، عادي ما تتكسفش، قول له بعد اذنك سيب مسافه امان، ما تتحركش وما تتكسفش. وفي نفس الوقت ما تعملش كده مع حد. انا بحب اشارك معاكم التفاصيل والمعلومات الصغيره دي علشان بحسها بتفيد ناس، وبحس ان في تفاصيل كده لو في حد لسه جاي جديد وما يعرفهاش ممكن يحصل له مشكله بدون داعي. فبحب اشارك معاكم كل التفاصيل الصغيره اللي زي كده، ادينا بنزود توعيه بعض.